ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم نسألك غيثا نافعا للبلاد والعباد. تمخض الجبل فولد فأرا، حكا ما حكا قال ليك اجي نسدو محلات ديال غسل الأموال، غسل السيارات والحمامات لمدة 3 أيام في الأسبوع. من أجل من أجل ديك العناوين الرنانة، العناوين اللي تثير بصح، يجيب لك الله ديال بصح، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ومن أجل عقلنة استعمال المياه، ومن أجل ثقافة الماء. إيوا ملي غيخطعوا الماء ديال 3 أيام على الحمامات ومحلات غسل السيارات، ملي غيفتحوا راه غيوقع اكتظاظ، أليس كذلك؟ وملي غيوقع اكتظاظ غيوقع استهلاك أكثر للماء، مع العلم أن معظم الحمامات في المغرب وحتى بعض محلات غسل السيارات عندها آبار، وديك الآبار كتكون غير صالحة للشرب ولكن صالحة للاستعمالات الأخرى. ونقدروا سيدي نتقبلوا هذا كحل على مستوى الحومة والزنقة والضرب. والحلول على مستوى الوطن، أصحاب الفيلات مثلا والمسابح ديالهم نهار مطر ما طالقين الماء، ملاعب الجولف، المعامل الكبرى. كتعرف المعامل الكبرى ديال بصح ديال قصب السكر والشمندر والزليج والرخام وما الى ذلك، كميه الماء اللي كتستهلك يوميا ميمكنش الحساب ديالها. على الاقل يفرضوا عليهم انهم يديروا هذوك محطات صغرى ديالهم خاصه بهم لتدوير اعاده الماء. هذا حل ليهم هما، ولا دائما كيمشيو للحيط الصغير اللي يقدروا ينقذوه بسرعه. تفرض على الحمامات ومحلات غسل السيارات انك تسد 3 ايام. ايوا دوك 3 ايام الخدامه مساكن فين غيمشيو؟ شكون اللي غيعوضهم لمده 3 ايام؟ شكون اللي غيعوضهم؟ شكون اللي غيعوضهم في الخدمه؟ كاين شي جبر خواطر في هذا الموضوع؟ شتي هذا الحل هذا كيبقى حل عشوائي، حل بدون بدائل. بالعكس غادي تقدر تخرب به اسر مغربيه. التحدي ديال الجفاف وندرة الماء هو تحدي كبير بالنسبة للمغرب، وبالتالي فالحلول خاصها تكون هي كبيرة. لا يعقل. عرفتي واحد القضية، واحد الدراسة كتقول لك أنه خلال 70 سنة المغرب عرف 22 موسم ديال الجفاف. دخلنا عليكم بالله، 70 سنة و22 موسم جفاف. هل يسافيكم رجل رشيد عبد الله؟ ما كاينش مهندس مؤهل، ما كاينش تقني مؤهل، وزير فلاحه الري مؤهل انه يلقى الحلول. ما لقيتوش اسيدي الحلول، نعطيوكم حنا. كنعرفوا دابا دري صغير سولتيه في الزنقه وقلتي ليه شنو هي اسباب الجفاف، معروفين: قله الامطار، الحراره المفرطه، يعني النمو السكاني المتزايد. الحلول راه الصغير والكبير كيعرف واحد المجموعه من الحلول. اول حل دابا منين كاين الماء قليل في المغرب، هذيك المياه المعدنيه ملي كتجي دابا هاد الشركات اللي محتكره المياه المعدنيه على الاقل يردوها مجانيه بعد الشعب المغربي. هذا حل. كاينش باقي الحلول: تحليه مياه البحر. المغرب يلاه عنده 9 محطات لتحليه الماء البحر. اعاده تدوير المياه العادمه على الاقل من اجل السقي، وتحديد تقنيات الري. راه كاين دوك السواقي اللي دايزين كيسقيو بهم كلهم متقوبين مهرسين، كيمشي الماء غير في الخوا الخاوي. اغلاق النافورات في المدن الكبرى، اغلاق المسابح العموميه الى اجل مسمى، تنظيف السدود المغربيه. راه عندنا تقريبا 150 سد كبير وبعض السدود الصغرى كتسمع في الاخبار ممتلئه. عام راه غير بالغيص. ولكن واحد التقنيه امريكانيه ديال الكريات السوداء، كيرميو واحد الكريات ديال البلاستيك من اجل تخفيف باش ما يوقعش فيها جفاف والتبخر. التقنيه قالك ما قدوش عليها المغاربه، ما عندهمش الفلوس. والمهرجانات والشطيح والرديح عندهم الفلوس، ولكن يخموا في التدابير الحقيقيه والحلول الحقيقيه ما عندهمش. محتاجون الى برامج حول كيفيه استهلاك الماء. التربيه تتبقى عامل جد جد مهم في هذا الموضوع.
مرة أخرى نسأل الله غيثا نافعا للبلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله.